ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. حلقة جديدة من برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط. معاكم أكرم المصري، وبكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء. برحب بكل اللي بيسمعونا مستمعي راديو البوابة، وكمان برحب من الهندسة الإذاعية كالعادة بصديقي وزميلي واللي لسه واكلين مع بعض محمد الكاشف. حلقتنا النهاردة من الحلقات اللي أنا يعني بحبها جدا، وبحب يعني الحلقة دي تتكرر كتير، لأن زي ما قلت قبل كده ان في مواهب كتير موجودة في مصر، وفي ناس يعني المفروض تكون هي اللي ظاهرة على الساحة الفنية، وهي اللي الناس تدعمها والدولة تدعمها والإعلام يدعمها، هم المواهب في كل المجالات. ولكن كل حلقة على قد ما بنقدر بنخصص حلقة بالكامل لكل الناس اللي عندهم موهبة الشعر أو الغنى. حتى كمان أنا ضفت ان كل الناس اللي عندهم موهبة التقليد ممكن شاركوا معايا، واي حد بيبعت على الصفحة او يبعت لي ما عنديش اي مشكلة. اي حد عنده موهبة ممكن يكون معايا، ويعني في ناس بتتصدم اللي هو اي حد يبعت لي فاقول له خلاص انت معايا الاسبوع الجاي او حاجة. فدي يعني ما فيهاش اي مفاجأة، والله بتكون عادي اللي هو حد عنده موهبة فاكيد هيبقى معايا على طول. فالحلقة النهاردة هيكون منورني ضيفين. في الجزء الأول من الحلقة هيكون معايا الشاعر محسن أبو سليمان، وفي الجزء الثاني من الحلقة هيكون معايا المطرب رؤوف فوزي. فاحنا النهاردة يعني حلقة مخصصة للشعر والغنى، إن شاء الله تعجبكم. ودلوقتي منورني في الاستوديو الشاعر الشاب محسن أبو سليمان. مساء الفل. مساء العسل عليك يا أستاذ أكرم، وعلى كل المشاهدين وعلى كل اللي بيسمعونا دلوقتي. في البداية يا محسن عايزين نعرف الناس مين هو محسن أبو سليمان، اكتشف موهبة الشعر امتى، اتغديت ايه النهاردة، يعني كل حاجة قول لنا اللي انت عايزه قول. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا محسن احمد عبد النعيم سليمان، ده اسم الشهرة اصلا. حلو. اتولدت انا ابن من ابناء قرية مش مدينة. اتولدت في محافظة سوهاج. اجدع ناس، ربنا يخليك. بس كده اتخرجت من جامعة الازهر في القاهرة السنة اللي قبل اللي فاتت. موهبة الشعر دي كانت بدأت معايا من مش من زمان قوي، بس هي كانت اكتشفتها في الأول في البداية خالص يعني، بس ما نميتهاش إلا في الفترة الأخيرة. كان عندك كام سنة لما اكتشفت إن أنت بتعرف تكتب؟ طيب كانت يعتبر أول قصيدة وأنا في أولى ثانوي تقريبا. أولى ثانوي. بعد كده هل حاولت تنمي الموهبة دي ولا لا سبت نفسك فترة طويلة؟ لا سبت نفسي فترة. بدأت بعد كده في الجامعة. كانت اللي هي الفرق الكبير اللي هو يعني بدأت أكتب بجد. كان بعد هو دايما اللي بيكتب شعر دايما أو أقول اللي هو عنده سنس الموهبة بترتبط معاه بالأحداث. يعني مثلا حالة حب، حالة خوف، حالة لازم تحصل له أي حاجة عشان يكتب. عشان تعرف تطلع اللي جواك، ما يبقاش حاجة مصطنعة يعني. فكانت أول حاجة كانت حالة وفاة كتبت فيها بجد، يعني كانت حاجة يعني اللي اكتشفها فعلا أول ما شاف القصيدة كان أخويا اللي أكبر مني. هو أصلا بيكتب شعر ومؤلف ديوان أصلا، وله كتب في السوق يعني بتتباع وكده. يعني أخوك كمان شاعر ما شاء الله؟ أخويا شاعر كبير أصلا. لا يبقى معانا بقى. أكيد لازم نورنا. هو بيطلع تلفزيون وليه حاجات كتير على اليوتيوب وكده. بس فهو أول ما نقول له اسمه يعني طبعا. فتحي سليمان. فتحي سليمان طبعا. ليه ديوان اسمه دوير مقفولة. ده في قصص كتير. المهم اول ما شاف هو اول قصيده قال لي انت بتكتب من امتى وكده، فقلت له ده من زمان، ده انا اخو الشاعر. فقال فضحك طبعا، قال لي طب خلاص استمر وكده. وبصراحه كان يشجعني على طول، وكان بيشوف نقاط الضعف فيا وعلى طول بيقاومها يعني. بس دي كانت البدايه من زمان يعني، مش من قريب. بعد كده بقى دخلت الجيش وامتحانات وبتاع والكلام ده كله، تعطلت شويه، نسيت قطعت فترة.
مش نسيت، بس ما كانش فيه كل تفكيرك في الاجازه، في هتروح امتى، الكلام ده كله، بس صح. ما كانش فيه حاجه. لكن بعد كده بس بدات اكتب بعد ما طلعت من الجيش على طول، يعني بدات تكتب تاني وخلاص. هتبتدي الفتره دي تشتغل اكتر ان انت حابب الموضوع، يعني اهم حاجه تكون حابب الحاجه اللي انت بتكتبها. طبعا هو لازم تكون حابب اللي بتعمله، يعني هو بصراحه هو انا ما بعملش الحاجه اللي بحبها ده، يعني هو يعني حتى في الحياه الطبيعيه، يعني انا بلعب مصارعه، يعني تخيل ايه علاقه المصارعه بالشعر، يعني متعدد المواهب. لا يعني ده من صغرك برضو رياضه المصارعه روماني؟ لا، من صغري كان كونغ فو. بس فكان في اصابه فانقطعت على الكونغ فو. طبعا كانت والدتي قالت لي ما تلعبش كونغ فو تاني، فهي اللي اصرت عليا. فلما طبعا ما ينفعش ازعلها او العب من ورا، فرحت للمصارعه بعد كده. مصارعه روماني زي كرم جابر كده ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا لسه هنتكلم برضو عن المواهب التانية، ولكن عايزين نسمع منك حاجه في بدايه الحلقه كده، نعرف الناس بالشاعر محسن ابو سليمان. طيب، بما ان موضوع القدس هو دلوقتي الترند بتاعنا وهو همنا الاكبر، فانا هبدا بحاجه عن القدس. يلا بينا. صلاح القدس قد نادى لمسر نبينا الهادي، ومن به قد ارتفعت رايات ورايات. أيا أصل عروبتنا اشتقنا لأرض ذي النون، وإسحاق ويعقوب وعيسى حفيد عمران. وزار نبينا الأقصى فقدسانا شرايين، ورايات قد ارتفعت على أبواب حطين، وأشباح قد انتزعت بعين الفرس والروم. سمعت لصوت أقصانا يناديني أغيثوني، وإخوان من الأسرى وأخوات مساجين. تنادي أمة سكلى بآلاف الملايين. فيا حكام أمتنا أمنكم من يلبيني، ينادي لصحوة كبرى إلى أرض المحبين، إلى أصحاب ملتنا وأغصان وزيتون، إلى حرب مقدسة تزهق روح صهيون، ونرفع بعدها دوما أعلامك فلسطيني. طبعا يعني حاجة جميلة جدا، وهنفضل نقول ان القدس عربية اكيد مهما عملوا، وان شاء الله هيجي الوقت اللي كلنا يعني نروح القدس بارتياحية كده، وان شاء الله كل الدول العربية يعني خلينا متفائلين خير، وان شاء الله الفترة الجاية. دي قضية محسومة اصلا، ان القدس اصلا لازم في يوم من الايام ترجع، سواء بينا او بغيرنا. دي حاجة صح. اصلا اكيدة، واحنا مؤمنين بكده أكيد. بس طبعا جايز نكون احنا اللي ما نستاهلش ان احنا نقوم بالحاجه دي. صح صح، عندك حق. يعني انا ملاحظ كمان في كتاباتك ان انت بتكتب لغه عربيه، وده من الحاجات برضو اللي مش سهله، يعني مش سهله كمان في الكتابه ومش سهله في الالقاء، فيعني ده بيبين ان لا ده شاعر اهو. لا بصراحه الحته دي اللي نماها اكتر اللي هو الازهر. يعني احنا بندرس طبعا الازهر لازم لغه عربيه. اللغه العربيه لازم من البدايه اصلا، من الاعداديه اصلا بندرس نحو وصرف وبلاغه فالحاجات دي اصلا بتاثر، وبندرس كمان ادب ونصوص وبعض الشعراء، فاللي بيهتم ويكون حابب كل حاجه. لا الشرعي طبعا ده حاجه تانية. فانا بتكلم عن اللغه العربيه، فهي بتنمي الحته دي اصلا، وبتعرفك البلاغات المجازيه والكلام ده كله في البلاغه يعني. صح. فبتساعد اللي عنده موهبه شويه. تمام، احنا لسه هنكمل كلامنا، ويعني نسمع كتير من الشاعر محسن ابو سليمان، ولكن كل الناس اللي حابه تشارك معانا، ولو عندك موهبه او اي حد حابب برضو يشارك بموهبته معانا مفيش مشكله، وممكن يبقى ضيفي في الحلقات الجايه. كلمنا على 01960 393، وكمان ممكن تبعتوا على صفحه البرنامج، تبعتوا كل تعليقاتكم على صفحه آدم، اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي.
تتابعوا برنامج آدم، أول برنامج للرجال فقط مع أكرم المصري. اول برنامج للرجال فقط مع اكرم المصري. دكتور محسن توني، عميد المعهد العالي للسينما. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه معاكم اكرم المصري، واكيد من الهندسه الاذاعيه محمد الكاشف، ولسه منورني الشاعر الشاب محسن ابو سليمان، وسمعنا قصيده كده قبل الفاصل عن القدس، وكانت يعني جميله جدا. ربنا يخليك. طيب انا عايز اعرف منك، هل بتقرا كتير عشان تنمي موهبتك؟ بتعرف الاوزان؟ بتدرس اكتر عن الاوزان الشعريه؟ فعرفني كده يعني. هو البدايه طبعا لازم لاي حد عنده موهبه لازم ينميها. فما ينفعش تنميها من الفراغ، مش تكتب وخلاص. فانا طبعا من ناحيه القراءه لازم اقرا سواء ادب قديم او حديث او كده. فبدايه القراءه كانت معايا من العصر العباسي، بصراحه هو اللي اتاثرت بيه جامد. شعراء العصر العباسي، وكان فعلا العصر العباسي ده في اعظم شعراء كان في الامه كلها اصلا. يعني اول ما تقرا قصص كده زي مثلا موقف حصل مع الخليفه المنصور، كان قال اي حد يجيب له قصيده ما تقللش قبل كده يديه وزنها ذهب. طبعا انت عارف طبعا عارف القصه. فبالبدايه اول ما قرات عيني وقعت على الحاجات اللي زي كده، كنت بدات اقرا في العصر العباسي جدا. وبعد كده دلوقتي طبعا بقرا لحد زي نجيب محفوظ طبعا، روايات وكده وغيره طبعا. اكتر الشعراء اللي انت بتحبهم مين حاليا؟ العصر القديم ولا حديث؟ الشعراء اللي انت شايفهم قدوه ليك ونفسك تبقى زيهم او بتحب كتاباتهم يعني. هو بصراحه انا متاثر جدا بكتابات عنترة، طبعا ده عصر جاهلي طبعا، بس طبعا ما يمشيش مع العصر بتاعنا طبعا دلوقتي خالص. لان لو كتبت حاجه زي كده ما حدش هيفهمها اصلا. طبعا ودلوقتي احمد شوقي ممكن شويه. فده اللي انت شايفهم قريبين منك اكتر حاجه بصراحه هم اللي متاثر بيهم جامد. لغه عربيه ومعاني واضحه وقويه جدا، غير الشعر العامي اللي هو الناس بتقوله دلوقتي. يعني هو طبعا لازم اكتب حاجه الناس تفهمها طبعا، فعشان كده بحاول اصيغ كلامهم بطريقه شويه اقرب، طريقه اسهل شويه واسهل اسهل شويه. بالظبط. طيب احنا معانا على التليفون استاذ محمد عقل. استاذ محمد مساء الفل. مساء الخير يا استاذ اكرم. عامل ايه؟ كله تمام؟ اهلا بيك. الحمد لله تمام. يعني احنا معانا شاعر محسن سليمان، هل متابعنا من بدايه الحلقه ولا لسه داخل؟ استاذ محسن منور البرنامج طبعا. اهلا وسهلا بيك، ربنا يكرمك. ازيك يا استاذ محسن؟ ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. انا بس في البدايه يعني كنت حابب يعني اقول كلمه برضو، يعني اعزائنا للامه العربيه في اللي حصل امبارح. طبعا طبعا الشعر والنثر والقصه القصيره دي حاجات بنقدر نعبر فيها عن مشاعرنا تجاه امتنا، تجاه مشاكلنا الحياتيه حتى. حاجه تانية كنت عايز اقولها، طبعا حابب برضو اقدم تعزينا لاسره الشاعر الغنائي الاستاذ احمد معتز رحمه الله عليه. ربنا يرحمه. برنامج آدم طبعا برضو من البرامج اللي انا بحب اسمعها دايما. الاستاذ اكرم بيثرينا بالمواهب الجميله اللي بنحب نسمعها. شرف ليا والله، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا استاذ محسن. طيب هل في حاجه معينه يعني
عايز تسمعها من الاستاذ محسن شاعرنا بقى، حاجه كاتبها معينه عن، هو سمعنا في بدايه الحلقه عن القدس، يعني اول حاجه ابتدى بيها عن القدس، فهل في حاجه معينه حابب تسمعها منه، في سؤال معين حابب تساله له اللي انت عايزه؟ لا الحقيقه يا استاذ اكرم فعلا هي يعني الفتره الحاليه او الوقت ده فعلا هي دي الوقت اللي احنا عايزين نسمع فيه حاجه تهز عروبتنا، تهز ممكن نقول اسلامنا، تهز مشاعر جوانا تجاه المسجد الاقصى، تجاه القدس العاصمه فلسطين. ده اللي انا سمعت القصيده، طبعا قصيده جميله جدا ومثريه، نتمنى نسمع حاجه تانية. وانا قلت اتصل اسلم عليكم واشكرك جدا استاذ اكرم. ربنا يخليك، ده مكالمتك اكيد حاجه تفرحنا، ودايما كده يعني شارك معانا، اكيد رايك يهمنا ورايك مهم بالنسبه لنا. اشكرك شكرا جدا على المداخله الجميله دي. مع السلامه. يعني الأستاذ محمد عقل زيه زي ناس كتير في الوطن العربي أكيد اتأثروا بالقرار اللي حصل، وكلنا أكيد يعني اتضايقنا جدا. يعني هو كان في تمهيد للموضوع، بس ما كناش متخيلين انه هيحصل، كنا فاكرين ان ده كلام بس زي كل مرة بالظبط، 6 شهور والكلام ده، وكلام هيتقال لك ان هو يطلع فعلا ويعلن رسميا والكلام ده كله، ما كناش. بصراحه قرارات غير مسؤوله وبتتحدى كل مشاعر المسلمين والعرب، حتى كل الدول العربيه، يعني كأن حتى الدول الاجنبيه اصلا معترضه. صح. فرنسا وبريطانيا ودول كتير. صح. يعني خلينا متفائلين خير ان شاء الله، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في حل، لان مش هينفع، لان شايفين في مشاكل كتير في فلسطين الفتره دي. هو لازم موقف قوي، لا ما ينفعش اصلا كلام ادانات وكلام، لازم مواقف ما ينفع. يعني زهقنا من الكلام يا جماعه بصراحه، موقف رسميه وشعبيه، ومفترض يبقى في تحرك على كل الجوانب بصراحه. صح، عندك حق. طيب انت قلت لي في حاجه تانية للقدس محضرها، فممكن نسمعها بما ان الاستاذ محمد يعني طلب برضه. بصراحه النهارده اليوم المفترض كل القنوات وكل القنوات سواء مسموعه او مرئيه كله يتكلم عن القدس بصراحه. صح، عندك حق. حتى وزاره الاوقاف نفسها خلت خطبه الجمعه عن القدس. ماشي، نقول حاجه تانية عن القدس. يلا بينا. يا قدس يا مدينة الإباء، ويا قبلة لكل الأنبياء، يا قدس يا مدينة السلام، ومأوى للمحبة والفداء، يا قدس يا أرض المعجزات، ومعراج النبي إلى السماء، يا من ذكرت في القرآن بالتقديس، وخصصت في الإنجيل بالصفاء، يا قدس يا مطمع الغزاة، مدينة جميلة تلتف بالأعداء، سئمت يا من دعا لليهود لتملأ الجدران بالدماء، حتما يا ثاني الحرمين ستدعونا لحجة الإباء، نشد لك الرحال ونسارع، نصطف والأبناء والآباء، لننشر السلام بعد قتل، ونروي الزيتون بالدماء، ونبعث الأطفال للمدارس، ونقص أيام الشقاء، أيام الضرة والمذابح، مجازر الأطفال والنساء، فهذا الحلم لن يمكث بعيدا، فموج البحر يأتي بالهواء، فساعات من الرياح العتية تبتلع الأمواج كل الأغبياء. يعني ما شاء الله، انا ملاحظ كمان ان كتاباتك اغلبها لغه عربيه، ف ده انت بتحبه تكتب باللغه العربيه. هو اساس الشعر اللغه العربيه اصلا طبعا. انت اول ما تستدل بقاعده في اللغه العربيه تستدل في شعر او قران، يعني المفترض هو كتاباتنا كلها تكون لغه عربيه اساسا، فهو ده الاساس بتاعنا يعني. عندك حق، صحيح. طيب بنشوف دلوقتي الشاعر بيتصنف شاعر غنائي، شاعر عاميه، شاعر زجل. هل انت شايف ان الشاعر لازم يتصنف يعني
كل واحد يبقى بيعرف يكتب في حاجة معينة، ولا لا الشاعر ممكن يكتب أي حاجة؟ هو اللي عنده موهبة المفترض يكتب اللي بيحس بيه، فبيكتب أي حاجة. ده من وجهة نظر يعني المتواضعة، لأن كنا بنشوف الشعراء زمان كانوا بيكتبوا في أي حاجة وفي كل حاجة، بس ما كانش طبعا في شعر عامية، لأن العامية بتاعتهم كانت لغة عربية فصحى أصلا. صح. فالشاعر المفترض دلوقتي المفترض يكتب أي حاجة، يعني في وجهة نظر يعني أي حاجة بيحسها أو بيعيشها بيعبر عنها بطريقته، بطريقة معينة، بطريقة حلوة يحس فيها بإحساسه وطلعه كله وعواطفه ويعبر فيها بطريقة. بس انت بتشوف ان الشعراء دلوقتي يعني ممكن تلاقي شاعر غنائي ما بيعرفش يكتب لغة عربية مثلا، ما دلوقتي شاعر غنائي هو في اللي بيكتب مثلا، اللي بيجي يكتب لك مثلا ما فيش صاحب ولا شبشب ولا شعر. ده مش شاعر، ده هو بيسمي نفسه شاعر. لا مش بتكلم على الشعر ده خالص. هو بيسمي نفسه شعر غنائي مثلا بتاع، فلا ده مش شعر اصلا يعني. وفي مثلا ممكن واحد يقتصر مثلا على الغناء، هو ما يعرفش يكتب الا في الحيز ده او في النطاق ده، فعادي يعني ممكن. لكن انا شايف ان هو الواحد بيعبر عن نفسه في اي موقف يعيشه يعني. عندك حق. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ ماشي. سمعك حاجه لغه عربيه برضو؟ كله لغه عربيه، كل كتاباتك لغه عربيه صح؟ اغلبها لغه عربيه. في حاجات انا بصراحه بحب الحاجات اللغه العربيه الثانيه، ما الحاجات الثانيه يعني بتكون كده ما ينفعش اقولها في برنامج يعني. في الفاظ خارجه ولا؟ لا مش القصد، بس انا خلاص انا خدت فرصه وطلعت على هوا، فاقول حاجات اللي هي الحاجات اللي تستاهل. شايف اللي بتعبر عنك اكتر وعن كتاباتك اللي بتعبر عنك اكتر فين. صح. طب يلا بينا. أمتنا متى ننصر، أسطر بعض ما أشعر لطفل كاد أن يكبر وجاء بحلمه يهفو يريد العز والمنبر، ونادى أمواتا وأمواتا أمتنا متى ننصر، أنطلب مجدنا دوما بأقوام لهم نرفع، وبعنا أهل ملتنا وكنا نحن من يدفع، بغير إرادة منا سلبنا السيف والمرجع، وجاء الحق حاكمنا لمن باع أن يركع، توقف ركب أمتنا لرؤيا الحق أن يسطع، أمتنا متى ننصر، نكافح دهرنا عجزا بلا جدوى ولا معنى، لأن صلاتنا قصرا بلا طهر ولا سفرا، أمتنا متى ننصر، ستأتي ساعة الفرجا ويصلح حالنا أبدا، وننشر منهجا وسطا بلا ظلم ولا قتل، أزف بشرى إلى طفلي بأحلام لها أصلا، وقد سطعت وقد وصلت، وكانت أمتي جمعا بلا فرق ولا شيع، فكل حياتنا عدلا. يعني ما شاء الله، انا شايف كمان ان انت حابب اللي بتقوله، كتاباتك بتحس باللي انت بتقوله كمان. ده طبيعي جدا انك انت لما تكتب باحساس فعلا بتحس يعني في الكتابه، وانت بتعبر عن نفسك وبتعبر عن احساسك، فلازم تكون حابب الموضوع ده. لو مش حابب تبقى مش هوايه، يبقى حرفه او انت معلم فيها بس. فلا، لازم تكون حاسس. لازم، هو الشعر اصلا عباره عن عاطفه بتخرج فيها اللي جواك، فلازم احس بكل كلمه انا كاتبها. طبعا لو ما حسيتش بيها يبقى ده مش شعر اصلا. عندك حق. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الشاعر محسن ابو سليمان، ولسه في يعني قصايد تانية هنسمعها منه وحاجات كتير ان شاء الله، لسه معانا وقت.
ولكل الناس اللي حابه تشارك زي الاستاذ محمد عقل مشارك معانا كده، تقدروا تكلمونا على 01960 393، وكمان تقدروا تكتبوا كل تعليقاتكم على صفحه ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. تابعوا كل أعمالي وأخباري على راديو البوابة. ماجد المصري. ياه، ايه الملل ده؟ ما تشغل كده الراديو نسمع اي حاجة. ماشي يا عم. كنا بنتكلم عن كل حاجة بتهم المرأة بشكل عام، من ميك اب لشعر. ايه ده؟ لا غير محطة بسرعة. لبس ايه اللي يناسبك؟ كتير مننا ما شاء الله علينا لما بنحط الماسكارا بنعاني من مشكلة تكتل الماسكارا على رموشنا، وبيبقى شكل مش حلو. في ايه؟ هو كل حاجة عن الستات؟ خلاص بقى زهقنا. عندك حق والله، كانوا بيقولوا المرأة نص المجتمع، بقت كل المجتمع. بقول لك ايه، هنغير المحطة. برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط. أيوة بقى، أخيرا حاجة بتتكلم عن الرجالة، هو ده. استنى علي الصوت عشان نعرف ميعاد البرنامج امتى. كل يوم خميس الساعة 8 مساء مع أكرم المصري على راديو البوابة. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه معاكم أكرم المصري، ولسه مكملين في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط، ولسه منورنا الشاعر محسن أبو سليمان، ويعني مستمتعين جدا بالقصائد اللي بيقولها أكيد، وهو الراجل متخصص في اللغة العربية. طيب حابب أسألك يا محسن، يعني أنت شايف إن المهم عند الشاعر الإلقاء ويكون عنده موهبة الإلقاء، ولا أهم حاجة موهبة الكتابة إن هو بيكتب كويس؟ فأيهما أهم؟ طبعا الأهم موهبة الكتابة، لأن في ناس ما بتعرفش تقول ما تعرفش تقول الإلقاء أصلا، أو بتكتب بس كويس. بتكتب بس أو كان في شعراء أصلا خرص ما بيتكلموش وما بيسمعوش فبتكتب بس. فهو موهبة الكتابة دي موهبة، أما الإلقاء موهبة تانية يعني. وفي ناس عندها إلقاء قوي جدا وما بتعرفش تكتب. صح، يعني اللي بيجمع بين الاثنين دي موهبة خاصة، يعني ربنا كرمه بالاثنين. لكن الإلقاء دي موهبة يعني مش انت فاهمني؟ انا فاهم مصطنع. انا فاهم بس في ناس بيبقوا كاتبين كويس جدا، والشعر اللي هم كاتبينه حلو جدا، ولكن الإلقاء عندهم ضعيف فما بيوصلناش. وفي العكس، ان الكتابة بتبقى مش قوية والإلقاء قوي يوصل لك الجملة تحس ان ايه ده جامد جدا وبتاع. انت معايا في الرأي ده؟ صح فعلا، هي موهبة فعلا، دي موهبة ودي موهبة، فاللي بيجمع بين الاثنين ده بيبقى. فلازم الشاعر حتى لو موهوب في الكتابة ان هو كمان يعني موهبة اللقاء انا شايفها بالتدريب تيجي، لكن الكتابة دي موهبة من عند ربنا. هما الاثنين على فكرة موهبة من عند ربنا، بس انت بتنميها. بس في واحد مثلا ما عندوش لقاء اصلا، ما عندوش اصل الموهبة، فمش هيعرف ينميها. وبتفرق كمان في الصوت، في حد صوت نبرة الصوت مميزة، في حد لا. صحيح. طب يلا نسمع حاجة طبعا. قلنا موهبة الإلقاء وكده، يبقى نسمع. خلاص بقى نغير، ممكن نسمع حاجة عن الحب. عن الحب احنا قلنا حاجات، ماشي يلا بينا. يعني كده نغير. دي كتبتها في مناسبة معينة عشان الناس تبقى عارفة في حاجة يعني. الشاعر لازم يعيش كل حاجة. انت خدت كلامي كده بقى. مقتنع بكلامك جدا. كان في موقف معين انت عشته او في حالة حب؟ هو كان زمان بقى،
زمان ودلوقتي؟ لا بس مش مهم يعني عشان ايه العيله بتسمعنا في البيت. اخواتي بيسمعوني عشان ما نفتحش. انا صعيدي بقى وانت عارف. اجدع ناس الصعيده. طب خلاص مش هضغط عليك، يلا بينا. حبيبتي ملأت قلبي وكياني وحبك عم أركاني، فنادى عقلي أن أرجع فأنت العاصي والجاني، ورد القلب في شغف أتدعونا لبهتاني، أأنت من يحذرنا وبعد كل ما كان، إليك حبي وحياتي نظمت بعض كلماتي، أقول إليك في خجل حبي إليك أشقاني، وشرد كل أفكاري وأخلطها بأحلامي. حبيبتي يا من نظرت في عينها وازددت شوقا، ورأيت أني بغيرها أزداد عشقا، أقول إليك يا أنا عذرا ورفقا. بس كده يعني قلت لها عذرا ورفقا، مش هتقول لها حاجه تاني؟ الموضوع خلص. خلاص يعني شكرا على كده. ده كان الحب المستحيل، كان الحب المستحيل اللي هو ما ينفعش يكون على ارض الواقع، فعشان كده ما لهوش نهايه. طيب انت شايف ان الفتره اللي جايه ممكن يبقى في حاجه ديوان ولا شايف ان لا هستنى شويه ولا ايه؟ لا هو انا مش هستنى شويه، هو انا بكتب اي حاجه بعيشها او اي حاجه بحبها. مش مرتبط بعمل معين، مش متفرغ كليا للكتابه، لان الشغل بتاعي اصلا بعيد جدا عن الكتابه، بس دي حاجه بحبها، فانا هستمر في الكتابه في الحاجه اللي انا بعيشها وانا بحس بيها، بس عشان توصل لان الحاجه اللي بتكتبها وانت عايشها بتوصل فعلا للي قدامك. صح. طب انت شايف ان السوشيال ميديا دلوقتي ساعدت في كتير من الشعر ان هم يعني بقى اعلام بديل، فانت شايف ان بقى فيه اهتمام بالشعر عن زمان؟ يعني انا شايف ان في فترات ما كانش الناس مهتميه قوي بالشعر وما كانتش بتسمع وبتاع، الفتره الاخيره دي السوشيال ميديا كان ليها عامل كبير. السوشيال ليها عامل كبير جدا في انك توصل للناس اللي هي مهتمه، لكن بصراحه اذواق الناس اختلفت كتير جدا. يعني اللي بيقول شعر، في ناس بتقول شعر كويس جدا فما حدش مهتم بيها. يعني احنا لما نلاقي، معلش هقول النقطه دي برضو، لما نلاقي بعض المهرجانات بتعدي ملايين المشاهدات، صح، وناس بتقول كلام كويس جدا وكلام معبر عن الامه وعن جراحاتها واحلامها، فما حدش بيتفرج عليه الا ناس، او بتسمعه الا ناس معدوده او اللي مهتمين بس. فدي حاجه محزنه بصراحه. فانت شايف ان دلوقتي الذوق العام بقى بيحب الحاجات الصراحه فعلا شويه. وبرضه السوشيال برضه بترفع ناس وناس تانية مهمه جدا انها تكون متواجده وكلامها قوي جدا، فبرضه ما بتاخدش حقها جامد برضه، الا اللي هو مثلا يعرف يوصل نفسه او يوصل صوته، فده بتفرق معاه كتير يعني. طيب انت الفتره اللي جايه هتشتغل ازاي على بقى ان انت تنتشر اكتر تعرف الناس بمحسن الشاعر؟ فايه الخطوات اللي انت راسمها؟ والله انا في بعض المواقع، في كذا موقع، يعني في موقع الكتروني عرض عليا ان انا انزل قصيده اسبوعيه فيه، موقع قوي هو العاصمه، بوابه العاصمه. في جريده البوابه برضو في الصفحه الاخيره قالوا لي هنخلي لك فقره، ممكن فقره ثابته او تبقى اسبوعيه مثلا، او زي ما انا محدد معاهم مثلا ان شاء الله. دي بالنسبه بتنزل لك كل اسبوع؟ لا هي لسه ما اتفقش، لسه هو قال لي رئيس القسم كده، فلسه برضه ما ظبطتش معاه برضه. بس انا هستمر ان شاء الله في الكتابه، وموضوع الانتشار ده ان شاء الله يعني خير، لو الناس اكيد لو عجب الناس او عجب الناس اللي مهتمه فعلا اكيد هيوصل يعني ان شاء الله. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ هسمعك حاجه عن واحد كان بيحب واحده واتجوزها، قصه حب يعني. ده حاجه انت شفتها بعينك؟ حاجه التمستها فعلا.
بعد كده طبعا انت عارف احلام الاحلام الورديه اللي بنعيشها واحنا خاطبين وقصص الحب والكلام ده. بعد كده يتصدموا بالواقع، كل واحد بيظهر على حقيقته، زي ما يقول لك كل خاطب كذاب. يعني هو مش كذاب، اقصد ان هو بيكذب، يعني بيظهر احسن ما فيه. بعد كده هي هتظهر، هتختلف مع والدته، وتظهر خلافات، وتحصل الخلافات، وهي هتقول له لنا لوالدتك. طب يلا بينا، يلا بينا. فجر جديد، فكر سديد، كانوا معا حب وليد، جاءوا بقصة حبهم كي يرسموا أمل بعيد. هو زوجها، هو حبها، وكان لها حبل وريد. وقد تمثل حبها في قلبه أسمى رصيد. قد خططوا لحياتهم، قد رسموها بالورود. وبعد لذة حبهم بدأ الخلاف بقولها أهلك بعيد. رد عليها بشدة ما كان قولك من قريب. قالت له أمك عجوز، لا تعي ماذا تريد. إن كان قاسم بيننا فكن لنا رجل وحيد. رد عليها بجبنه يجر خيبة إثمه نرحى البعيد. بهرته قوة صوتها، ماذا تريد؟ أترانا نترك حقنا يذهب بعيد؟ قال لها ماذا دهاك؟ ماذا أقول وما أعيد؟ قالت له أمر بسيط، فكر معي فكر سديد. أترانا نأخذ حقنا لن يتركون لحالنا، فافعل بحسم وصدود. أمك عجوز وأخوك عابر للحدود، فلتنتهز أسفاره واذهب بأمك لبعيد. اعرضها في سوق العبيد، فهناك دار للعجوز وللمسافرة السعيد. فالدور فيها رعاية وستلقى كل ما تريد. وتلقت الأم الخبر وكأنها ولدت حجر. قالت له يا ذا الذي ربيته وهدم القريب والبعيد، إني سأشكو ذلتي لربنا الهادي الودود. دي كانت قصة انت شفتها بعينك قدامك؟ قصة التمستها بعيني. جيران ولا مين؟ قول لي عشان انا برج الاسد وفضولي. والله فضولي جدا، عارف انت. اقول لك بعد الحلقة ان شاء الله. بعد الحلقة يبقى حد تعرفه. لا هو مش حد اعرفه من قريب يعني، بس قصة التمستها فعلا كان حد صاحبي يعني، بس في النهاية هو انتصر الحمد لله يعني، انتصر وعرف. طبعا الام ما تعوضش، لكن الزوجه طبعا يعني طبعا الام مفيش زيها على نفسها طبعا. فانا بتضايق جدا من الناس اللي بيفضلوا مثلا زوجاتهم على امهم ويعاملوهم بطريقه وحشه. هو انا صراحه بعتبرهمش رجاله يعني. اكيد طبعا. هنا اعتبرت هي قالت له اذهب لسوق العبيد، انا اعتبرت ان هي دار المسنين هي سوق العبيد يعني، عشان تبقى واصله يعني. انت بتشرح لي انا انا مش فاهمه. لا خلي بالك انا بفهم الشعر وبفهم كل حاجه، لاحظ كلامك يعني، انت شاعر وعارف. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الشاعر محسن ابو سليمان، ويعني اللينك الجاي يبقى اخر لينك لفقره الشعر ان شاء الله، وفي الجزء الثاني من الحلقه هيكون معانا المطرب رؤوف فوزي. فلكل الناس اللي حابه تشارك ابعتوا لي على صفحه ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي، ورقمنا هو 01960 393.
بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطى ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيقي ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. من على صفحة آدم في حاتم محمود بيقول مساء الخير يا أكرم وعلى الأستاذ محسن، وعايز أقول ليه إنك شاعر حلو قوي في المضمون وفي الإلقاء والإحساس. أشكرك جدا. ربنا يخليك يا رب، شكرا لإحساسك. ده حاتم محمود. في كمان محمد ربيع بيقول بحيي محسن صديقي الغالي على القصايد الجميلة دي، وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح. ده من محمد. طيب زي ما قلنا قبل الفاصل كده قصيدة عن الحب، يعني بعد الفاصل هنسمع عن الحب ولا حاجة تانية؟ لا حاجة تانية. عن ايه؟ نسمع عن ألم الوطن، حاجة بنعيشها يعني وتعبر عننا كلنا. يلا بينا. المواطن الفقير. مواطن مسافر وأب فقير وابن مريض وأم ضرير وأخت تعمل تعف يداها لتطعم جوع البطون الزئير، أسر تعاني في كل وقت سمعت بكاها بكاء مرير، وعم الفساد في كل مكان ما بين حرام موظف حقير، فقر وجهل فسق وعهر أماكن لهم رخص تسير، حتى الدعارة قد قننوها بدعوى التحرر والتعبير، فأين الرعاة وأين العصا؟ فإن القطيع يكاد يطير، ما بين نحيف تكاد تموت وشاردة تريد السفور، وحتما ستسقط لذئب جعان لأن الراعي لا يحمي الحظير. دي كنت كاتبها تقصد بيها ايه يا محسن؟ أقصد بيها أي حد مسؤول مش شايل مسؤوليته صح، والناس الفقيرة اللي هي بتعاني في كل وقت لازم نحس بيها. أنا أقصد أي حد مسؤول، أي حد مهما كان، أي حد مسؤول في مكانه ما عندوش ضمير، ما مرتشي فاسد، سواء كان فساد حكام أو فساد مسؤولين في أي مؤسسة لا تراعي حقوق ربنا سبحانه وتعالى ولا حقوق الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. صح. طيب بنشوف ان الشعراء بيعملوا حفلات في سايد ستوري، هل في حاجة ممكن تفكر فيها الفترة اللي جاية دي ولا لا؟ لا لسه بصراحة مفيش أي حاجة، لسه شوية. شوية إن شاء الله. تمام. هل في حاجة مثلا ممكن تصورها فيديو بتنزلها، ولا انت حابب الكتابة اكتر ان انت تنزلها مكتوبة؟ لان بنشوف دلوقتي ان المنتشر الصورة بتوصل لي اسرع ما هقرا القصيدة مثلا. فهو دلوقتي اغلب الشعراء حتى بشوفهم على السوشيال ميديا بيصوروها فيديو بينزلوها بإلقاء وأداء وكل حاجة. فانت شايف والله هو الامكانيه بصراحه الامكانيه دي لسه مش متوفره او ما فكرتش فيها اصلا. انا كل همي هو كان الكتابه زي ما قلت لحضرتك، الحاجه اللي بحبها. فكان هو الخطوتين اللي هم الجايين اللي هو كان مواقع الكترونيه هي اللي قالت لي انا دي حاجه انت شايفها خطوه كويسه. هي دي بس اللي دلوقتي اللي انا على ارض الواقع يعني. تمام. لكن لسه ما فيش حاجه ثانيه. لا ان شاء الله الفتره اللي جايه كده اسمع اخبار حلوه باذن الله. ان شاء الله. طيب هسمعنا ايه نختم بيه بقى؟
انا هستغل بصراحه الموقف. قصيده غاليه عليا جدا، كانت لجدتي الله يرحمها، كانت تمثل كل حياتي بصراحه، هي اللي ربتني وهي كانت والدتي الثانيه، فلازم بصراحه اديها حقها ولازم اقول قصيده بحقها يعني. يلا بينا. يلا بينا. تذكرت قوما قد فارقونا، جد وجدة كانت حنونة، سمعت نداها تهفو في أذني، تقبل جبيني تعالى في حضني، تقص حكاها وأسمع بصمت، أركز معاها فتعلو بصوت، فكانت حياتي وكنت مناها، وإن غبت عنها ملاها الغضب، ونادت لأمي أنت السبب، ردت عليها بصوت حنون، أم تربي وأم تصون، وما قمت يوما بمنع الغلام، فأنت في قلبه أم مصون، طلبت رضاها فمالت علي، رضائي عليك في قلبي يكون، وأنت في قلب الرضا والسكون، أنادي عليها بصوت عليل، أمي تعالي لوقت قصير، فردت علي بصوت جهور، أأترك ربا رحيم غفور، تجهز أنت ليوم اللقاء، وارفع يديك لرب السماء، أن سامحيني. يعني ربنا يرحمها طبعا. وانت شاعر جميل اكيد، وعجبني جدا القاء اللغه العربيه بتاعتك. دي حاجه جميله، وانت بتقول انا بحب اكتب لغه عربيه، دي حاجه كمان. هو مختار الصعب مش السهل، يعني السهل ان انت تكتب عامي، فالصعب ان انت تكتب لغه عربيه ويكون الوزن مظبوط والالقاء بتاعك والتشكيل، فدي حاجه بصراحه يعني ربنا يخليك يا رب، وشكرا لكلامك الجميل. بس اللغه العربيه بالنسبه لي قصه عشق، وانا في اي يوم من الايام هكتب، لازم اكتب لغه عربيه ان شاء الله. يعني بالتوفيق دايما، وان شاء الله كده الفتره اللي جايه اشوف يعني ديوان بقى وحاجات نازله وحفله في الساقيه، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى كلها خير باذن الله. ان شاء الله. بشكر الشاعر الشاب محسن ابو سليمان، وان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه بعد الفاصل على طول هيكون معايا المطرب الشاب رؤوف فوزي، وهنسمع منه اغاني كتير جدا. وكل الناس اللي حابه تسمع اي حاجه اكيد تبعت لنا، وان شاء الله رؤوف هيغني كل حاجه. وكل الناس اللي حابه تشارك ان شاء الله في الفقره اللي جايه، رقمنا هو 01960 393، والصفحه اللي تقدروا تكتبوا عليها كل تعليقاتكم هي صفحه آدم، اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. راديو البوابة بيفكر فيك، مهتم بكل اللي يفيدك واللي يسليك. راديو البوابة كل المجالات، وفريق من أجمد مذيعين وأجمد مذيعات، إعلام بيقدم معلوم بطريقة بسيطة ومفهوم، على إيد متخصص متأسس، دكتور ومحامي ومهندس. هتزود وزنك هتخسس، وطريقة عمل الملوخية والتقلية راديو البوابة هتعيش وياه الدوري المصري بالشكل اللي بتتمناه. راديو البوابة
المجتمعات. راديو من سنك من جيلك، بيقرب منك ويجيلك، بيحس بمودك طول يومك، طول ما انت معاه يرمي همومك، ومزاجك هيظبطهولك بأغاني وسهرات فنية. ايه رأيكوا بقى في الأغنية؟ راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. دلوقتي هنبدأ فقرة الغنى والطرب وكل حاجة حلوة مع المطرب الجميل رؤوف فوزي اللي منورني دلوقتي. مساء الفل. يا مساء الفل عليك يا أكرم وعلى كل جمهورك الجميل، جمهور إذاعة بابا نيوز. ربنا يخليك. في البداية حابين نعرف الناس بالمطرب رؤوف فوزي، غنى من امتى، دراسته، كل حاجة. نبدأ من أول. بص يعني الموضوع ابتدى معايا من وأنا عندي سنتين يعني ما شاء الله. حاجة كده يعني مش أي حد بيبتدي من سن صغير قوي كده. طبعا بيتحكي لي طبعا سنتين ده سن صغير جدا انك انت تبقى واعي اساسا انت بتعمل ايه يعني. الموضوع في البدايه كان ايه اللي هو رؤوف وهو صغير كده سنتين ماسك الكاسيت. كان زمان بقى الكاسيت ما كانش فيه السي دي والكلام بتاع دلوقتي ده خالص. فكنت قاعد اشغل كده كاسيت، اشغل بقى عبد الوهاب واشغل مش عارف عبد الحليم وحاجات كده بتاعت التسعينات دي، واقعد بقى اشغل واسمع واقول معاهم يعني اللي هو ايه. كانت مثلا ماما تقعد تسمعني كده يعني لفت انتباهها جدا ان انا ايه بشغل الكاسيت وبحب اسمع اغاني واحب اقول معاها. فدي كانت دلاله ان في حب للمزيكا يعني. طبعا الموهبه دي بتتحكم عليها بعدين يعني لما الواحد بيغني والناس بقى اللي تقول يعني مش انا اللي بقول بقى، مش بحكم على نفسي يعني. لكن الحب الفن ده كان من البدايه، كان من بدايه عمري تقريبا يعني. الممارسه طبعا بدات من وانا طفل برضو يعني. الممارسه بقى للغنى قدام الناس او في حفلات او في حفلات المدرسه، حتى قدام القرايب او في المدرسه حتى. كان الموضوع بالنسبه لي برضو من ابتدائي ابتدى معايا. والعيله بقى ايه، تجمعات العيله بقى، اعياد ميلاد في العيله او افراح او حاجات كده على المحيط العائلي يعني او الناس القريبه. وبعد كده يا مسهل الواحد طبعا بيحاول دلوقتي يدخل في عالم الاحتراف اكتر يعني. الموضوع ما بيبقاش مجرد هوايه بس، لا يبقى فيه احتراف شويه اكتر يعني. بس فدي كانت البدايه يعني. دي كانت البدايه بالنسبه لي وانا طفل صغير، وخطوه خطوه طبعا مع طبعا شغلي، لان انا حاليا طبعا خريج كليه صيدله، انا بشتغل صيدلي حاليا. فواخد الاثنين كده بلد يعني لبعض. دكتور صيدلي صيدلي ومطرب لاول مره معاه بالظبط كده. فالموضوع بالنسبه لي كان الاثنين مع بعض يعني. انا بالنسبه لي دلوقتي بغني شغال يعني. طبعا الطرب بالنسبه لي بحاول ادخل سكه الاحتراف شويه. في نفس الوقت الصيدله طبعا مهنه الصيدله بمتهنها، لان طبعا الفن بشكل عام مش مهنه مش ملهاش امان قوي يعني. الفن بشكل عام محتاج يبقى ليك مهنه جنبه. وطبعا لو ربنا كرم وحققت حاجه او وصلت اللي انت عايز توصل له بتبقى حاجه طبعا جميله جدا. بس في مهنه موجوده في الاول، وبعدين مهنه الصيدله كمان من المهن حتى اللي هي خساره الواحد يسيبها يعني. انا تعبت بقى سنين في الكليه وقبلها حتى ثانويه عامه وغيره وغيره وغيره، وفي شطاره وفي مذاكره جامده والكلام ده. فبيبقى خساره انك انت تسيب الكلام ده. انت مش مثلا ايه مش ما كملتش تعليمك او بتاع فخلاص بقى مش فارقه، لا يعني انت حابب كمان المجال بتاعك. وانا كمان حتى بشتغل المهنه بتاعتي دي بحب او باستمتاع، بحب استمتع بمهنتي يعني. فيا مسهل يا رب يا مسهل. طيب احنا يعني دايما بنلاحظ اي حد عنده موهبه من طفولته، لا اما العيله بتدعمه وبتقف جنبه، لا اما هتقول له لا اهتم بدراستك. بس قبل ما اسالك فخليني اسال حد من العيله بقى عشان يجاوبني. معانا على تليفون الاستاذ سامح فوزي فنعرف منه على طول. يا استاذ سامح مساء الفل. يا صحتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. حضرتك الله يخليك. انا بحب احيي البرنامج والقائمين على البرنامج ده. اول حاجه اقولها لان البرنامج ممتع وجميل جدا. اشكرك ربنا يخليك. وبحب ابارك لرؤوف على الحفله الاخيره اللي عملها في سيد صاوي، غنى فيها اغنيه حبك نار لعبد الحليم حافظ.
هنسمع منه حاجات كتير اكيد لسه. هنقول طبعا لسه بنتعرف على الاغنيه دي على مواهب. هنعمل بس تعريف ذكرى معانا جميله جدا، لان هو رؤوف كان بيغنيها عنده 3 سنين بصراحه. ما شاء الله. طب انا كنت لسه بساله يا استاذ سامح، يعني هل في البيت دعموك ويعني شجعوك على الموهبه دي من طفولتك ولا لا؟ قلت اخد رايك انت الاول لما لقيتك معانا على التليفون، فقلت اخد رايك، فقول لنا برضو لما لقيته يعني موهوب من الطفوله كده. احنا رؤوف من وهو صغير كان في كاسيت كده لو حضرتك تفتكر اللي هو بروحين ده. حكيت له الكلام ده كله. فكان زمان هو مستولى على الكاسيت ان هو عنده 3-4 سنين، وعمال يشغل اغاني عبد الوهاب واغاني عبد الحليم واغاني ام كلثوم ويقعد يسمع ويرددها. طبعا هو كان بيرددها ساعتها، طبعا كان بنقعد نضحك كتير، بس ما كناش عارفين ان الموهبه هتبدا من ساعتها يعني. تمام. احنا طبعا بدانا ندعمه، بدانا نكتشف ان صوته بيتحسن، هو بيشتغل على صوته كويس جدا طول حياته، يعني من وهو صغير لغايه اما كبر وهو شغال على صوته بطريقه هايله جدا يعني وكده، واحنا طبعا واقفين جنبه على قد ما نقدر يعني. الحمد لله. والحمد لله ما اثرش على دراسته، هو يعني الموهبه موجوده، وكمان هو راجل اتخرج من صيدله. هقول لك حاجه يا استاذ اكرم، هو يعني رؤوف في الحفلات بنقول له يا دكتور رؤوف، وفي الصيدليه بنقول له يا فنان. يعني الموضوع بيبقى عكس. بالظبط يعني حتى اما ببقى عيان ولا حاجه يا فنان وبيغني لي حته من اغنيه يعني. بالظبط، دي الخطه الجايه بقى، ان احنا نستخدم الاغاني في العلاج. ده العلاج بالفن والاغاني، احلى علاج في الدنيا. ده جديد. فجميل جدا ان العيله كمان دعمته وشجعته، ودي من الحاجات يعني اللي لازم كل العائلات المصريه تعمل كده، ان هو لازم لما تلاقي حد عنده موهبه لازم تدعمه وتشجعه، مش تقول له لا لا. البدايه بتبقى مع البيت، يعني اول حد بيسمعك الناس، والدك والدتك اخواتك، اول حد بيسمعك، فلو ما فيش دعم بيبقى الموضوع بيبقى صعب شويه. عندك حق يعني بالظبط كده. طبعا هو رؤوف عنده طموح، وهو عامل حاجه قويه جدا ان هو قادر يوفق بين الصيدله وبين شغله كصيدلي وبين فنه، يعني هو بيعمل الاثنين في نفس الوقت. ولو سالته اي حاجه في الصيدله هتلاقيه بيجاوب، ولو سالته في اي حاجه في الفن هتلاقيه بيجاوب، وهو راجل يعني قادر يعمل دوت، وربنا يكون في عونه واحنا وراه يعني. الحمد لله. اكيد طبعا. طيب استاذ سامح، حابب يعني تسمع منه اغنيه معينه؟ لا هو طبعا كل الاغاني حلوه. كل الاغاني حلوه. وانا هسيبه لذوقه طبعا، يغني لنا اغنيه على ذوقه، لان انا عارف اي اغنيه رؤوف بيغنيها بتبقى حلوه جدا يعني. يا رب يخليك. تمام، وبنشكرك جدا على المداخله الجميله دي، وتابعنا بقى. سامح طبعا مهندس طبعا، لا مهندس ودكتور يعني، ما شاء الله، تخصصين جامدين جدا. الله يخليك. نشكرك جدا. نشكر جدا. مع السلامه. مع السلامه يا سامح. باي باي. يعني واضح كمان العيله كلهم حابين موهبتك الحمد لله يعني، سواء من العيله او بره العيله يعني. طبعا فكره ان الواحد بيلاقي حتى دعم من ناس غريبه عنه، يعني ممكن يبقى البيت شويه يقول لك ايه بقى، ان في تعاطف شويه مع الشخص، يعني اللي هو ايه، يقول لك لا ده ابننا بقى وعايزين نشجعه، وفي برضه ناس بيحبطوا اولادهم، يعني يقولوا لا ما تغنيش، او بيبقى ضد ان هو يغني. يا عم شوف دراستك احسن. والله ما اتقالتليش يعني، انا فكره بقى لان الواحد كان طول عمره اللي هو بقى الشاطر واللي بيذاكر لوحده من غير ما حد يقول له ذاكر والكلام ده. ففكره انك انت بتلاقي كمان دعم من البيت كمان، ان هم عايزين يسمعوك، وبيكون في مناسبه تعالى رؤوف غني وبتاع، فدي حاجه جميله بصراحه. حاجه هايله جدا يعني. نبدا بقى. عايزين نسمع حاجه كده في الاول، نعرف الناس بصوت، نقول حاجه كده في الاول. ماشي. بص يا سيدي، في اغنيه انا كنت بدندنها وانا جاي، اغنيه الورده جميله جدا اسمها طبعا احباب، نقول حته منها. يلا بينا. طبعا يلا بينا. طبعا احباب، طبعا احباب، والحب عجيب وملوش اسباب. طبعا احباب، طبعا احباب، وانا وانت سؤال وملوش جواب. يا ابو حب بيعرف يلمسني بكلام ولا غيره يونسني. يا ابو حب بيعرف
يقف يلمسني بكلام ولا غيره يونسني يا غنوة ما تحتكش شفايف قلبي من غير قلبك خايف ده احنا من غير بعضنا غراب طبعا أحباب طبعا أحباب والحب عجيب عجيب وملوش أسباب طبعا أحباب خالص وبحبك من قلب مخالص طبعا أحباب خالص وبحبك من قلب مخالص لو نزعلوا لو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص لو نزعلوا لو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من 1000 دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص لو نزعلوا لو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من 1000 دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص عشاق خالص أحباب خالص ولا مننا في الدنيا دي خالص قلبنا خالص حبنا خالص ولا فيش زينا أبدا خالص طبعا أحباب خالص. ايه الجمال ده يا رب يخليك يا رب. وبنلاقي اغنيه يمكن ما حدش بيغنيها كتير. اغنيه دي من الاغاني يعني ما حدش بيسمعها تقريبا دلوقتي. ما حدش بس عجبتني جدا يعني من الاغاني من اغاني ورده اللي ما حدش بيسمعها كتير يعني فقلت اقول حاجه مختلفه شويه. حاجه مختلفه جدا. طيب انت بجانب دراستك للصيدله هل درست طبعا درست مزيكا طبعا من وانا صغير درست في اكتر من مكان. كان من ضمنهم طبعا في البدايه خالص مع استاذ موسيقى اسمه دكتور عاطف عبد الحميد استاذ في معهد الموسيقى. الكلام ده كنت في اولى اعدادي افتكر او حاجه كده. قعدت فتره معاه درست طبعا مقامات ودرست بعد كده طبعا موشحات وادوار كده على خفيف شويه. الموضوع كان بيبقى صعب شويه طبعا واحنا صغيرين. اكيد. بعد كده انضميت طبعا لمعهد الموسيقى بقى في الهرم ودرست برضو في بيت الغناء العربي مع استاذ محسن فاروق رحمه الله عليه. ده سوليست الاوبرا طبعا حد من الناس الجميله جدا الله يرحمه كان فنان رائع يعني. ومع دكتور احمد سعد استاذ في معهد الموسيقى برضو من الاساتذه الكبار اللي خرج اصوات جميله جدا ولا زلت على صليبي لحد دلوقتي يعني. خرج امال ماهر وغادة رجب واصوات كتيره كانوا بيضربوا على ايديه يعني. فناس جامده الحمد لله واستفدت منهم كتير يعني. هنقول حاجه يمكن حتى النهارده واحنا قاعدين كده اكيد لازم الحاجات اللي درستها لان فعلا فيها غنى حلو يعني. نوعيه الاغاني دي الموشحات والادوار والكلام ده فيها طرب وفيها جمله حلوه بتتقال فهي فيها استمتاع للودن يعني. هنقول منها حاجه النهارده ان شاء الله كده واحنا قاعدين باذن الله. طيب احنا لسه هنسمع اغاني كتير بصوت رؤوف فوزي اكيد ويعني لسه كمان هنتعرف اكتر عليه والراجل كمان دكتور وفنان فهنعرف ازاي بيعادل ما بين موهبته وصوته الجميل وما بين شغله. ولكن كل الناس اللي حابه تبعت اي اسئله تبعت على صفحه ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي وعلى رقمنا اللي يعني ناس شاركوا معانا كمان من بدايه الحلقه وشاركوا معانا كمان في الفقره دي الاستاذ سامح. كل الناس اللي حابه تشارك معانا برضو تتصل على 01000 960 393 ويعني كل الاغاني اللي حابين تسمعوها من رؤوف اكيد ويعني قولوا واطلبوها وهو الراجل ان شاء الله هيغني كل حاجه. وهنروح نسمع يعني اغنيه سريعا كده ونرجع نكمل مع الدكتور والفنان رؤوف فوزي.
استنوا كل اخباري في برنامج العسل الجميل جدا 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 بوابة النجوم مع العسل الجميل اكرم والسكرة بسنت على راديو بابا. محمد صلاح آدم. اسمعوا برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. ياسر الطوبي. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه معاكم اكرم المصري، ولسه منورني في الاستوديو المطرب رؤوف فوزي. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل، الراجل مش مطرب بس، ده كمان دكتور صيدلي وماشي في المجالين، وانا بحب الناس دي جدا يعني ما شاء الله. اللي كمان يعني مهتم بموهبته وبرده درس وبيشتغل وكل حاجه، فبيعمل الاثنين. بتبقى والله يعني برضو مش سهله، يعني انك انت في حتى مثل يقول لك صاحب بالين كداب، مع ان انا ما بحبش المثل ده. لا عادي يعني جدا، ممكن ابقى صاحب بالين وثلاثه. لو انت قادر انك انت بتحب اكتر من حاجه وبتمارسهم مع بعض، ايه المشكله؟ يعني انك انت تبقى حابب ليك مجالك بتشتغله، وليك مهنتك اللي بتحبها برضو بتشتغلها بحب، بتشتغلها باستمتاع في نفس الوقت. ليك موهبه، الموهبه دي بتبقى حاجه خارجه عن ارادتك، يعني انت بتبقى مولود بيها. يعني اللي عنده موهبه في حاجه، دايما الرسم بقى، المزيكا، اي موهبه في الدنيا، خصوصا لو حاجه فنيه ما بيقدرش يعيش من غيرها. يعني صح. بتحاول انك انت حتى لو بعدت عنها فتره، بتلاقي نفسك كده اللي هو ايه، لا لازم حاجه بتشدك كده انك انت ترجع تاني، وانك انت تبقى متواجد فيها. يعني خصوصا لو ليك طموح بقى فيها، انت عاوز تحقق حاجه، عاوز تثبت نفسك فيها، عاوز تسمع الناس صوتك، تسمع الناس حاجه مختلفه شويه، فدي بتبقى حاجه كويسه يعني. عندك حق. طيب هل دراستك للصيدله ممكن نقول يعني عطلتك شويه لحد ما تخلص وبعد كده؟ اكيد طبعا، اكيد بتحتاج تركيز برضه. ايام الجامعه كان في دراسه صعبه، تركيز شويه، لان الدراسه مش سهله. الدراسات العلميه بشكل عام بتبقى محتاجه تركيز شويه. بيبقى صعب انك انت تبقى مثلا بتمتحن، خصوصا الكليات العلميه دي كلها امتحانات، يعني طول السنه بنمتحن، مفيش بقى وقت للراحه، او ان انا مثلا ايه، لا انا اذاكر بقى في الاخر وخلاص والكلام ده مفيش. لا يعني بيبقى لازم تبقى على طول مركز في الكليه بتاعتك، فبتأجل شويه الفن. يعني الفن ممكن لكن طبعا انت بتمارسه برضه، انت بتمارس الفن، انت على طول بتغني في اي مكان، على طول الاغاني دي في ودنك على طول، وبتقول وبتتمرن. يعني كنت باخد كورسات، انا حتى دخلت الجيش فتره، فكنت بدرس مزيكا اثناء الجيش، يعني بستغل فتره الجيش ان انا كمان ادرس مزيكا، يعني استفيد واقوي نفسي شويه في المجال الفني، لان دراسه الموسيقى دي مهمه جدا، بتساعد شويه وبتطور الموهبه وبتفرق بتفرق مع الشخص اللي بيغني، ان هو يبقى فاهم الغنى اللي هو بيغنيه، مش مجرد بيغني كده سماعي وبس يعني. صح. انت منضم حاليا لفرقه؟ حاليا انا بغني مع فرقه موسيقى عربيه اسمها نغم القنال، هي فرقه من الاسماعيليه وبتقدم عروض في القاهره هنا، مع طبعا مايسترو الفرقه دكتور حسام جمال الدين، راجل جميل جدا، من الشخصيات الممتازه، وراجل اداري جدا في الفرقه. ويعني حتى نظام الفرقه نفسه عجبني جدا، يعني ان في سيستم كده الناس ماشيه بيه، مش مجرد كده ناس طالعه بتغني وخلاص يعني. ومعنا طبعا ناس اساتذه طبعا في الفن، وناس ادائهم رائع جدا ومشهورين كلهم في الساقيه، يعني اغلب حفلات الفرقه طبعا في الساقيه داخل القاهره هنا. فمجموعه بصراحه جميله جدا، وناس محترمين جدا من اعمار مختلفه بقى، يعني بتلاقي من اول الشباب صغير لغايه 40 و50 سنه كمان، يعني ناس بتغني من اعمار كبيره، بس فنانين حلوين جدا، يعني ناس يمكن اندر جراوند، او اللي هم الناس اللي مش الناس المشهوره، مش الستارز او الميجا ستار المعروفين، بس ناس نجوم في الوسط اللي حواليهم، يعني في داخل الساقيه يبقوا معروفين في نوادي مصر مثلا، بيغنوا في نوادي مصر المختلفه، يعني داخل القاهره حتى او خارجها. ففنانين بصراحه، ناس بتعلم منهم بصراحه في ادائهم حتى، يعني ناس ممتازه جدا الحقيقه، وشخصيات محترمه جدا طبعا، وبيضيفوا ليك وبيدوا لك الخبره. طبعا بتاخد خبره، طبعا خبره المسرح، وبتاخد خبره التجربه حتى نفسها، وانك انت تختار اغانيك، كل الكلام ده طبعا بيفيد طبعا الواحد، اكيد طبعا. اكيد بالظبط. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ عشان اكيد احنا محتاجين نسمع غنى اكتر. نقول حاجه، احنا قلنا طبعا قديم لوردة، ممكن نقول لمدحت صالح مثلا حاجه، في اغنيه جميله قوي اسمها تهون الدمعه،
اغنيه حلوه جدا لمدحت اختار صالح. انت الاغاني اللي ما حدش غناها قبل كده. نقول انا حابب اقول حاجه مش حابب اكرر، يعني في حسيت. حاجات بتبقى ايه ما اتغنت قبل كده كتير يعني، فانت بتختار حاجه فنقول حاجه ما مختلفه اتغنتش. وان شاء الله تبقى حلوه وتعجب الناس برضه. اكيد طبعا. اتفضل. تهون الدمع فوق خدي ولا تهون، يهون العمر ويعدي ولا تهون، تهون الدمع فوق خدي ولا تهوني، يهون العمر ويعدي ولا تهوني، ولو عشقي في عيونك هان، لو عشقي في عيونك هان نشيلك برضو في عيوني ولا تهوني. بحبك لو طريق طال ولو بينك وبيني محال، بحبك لو طريق طال ولو بينك وبيني محال، حجيلك 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 لو هعدي جبال واروح لك فين ما بتكوني، ولو عشقي في عيونك هان، لو عشقي في عيونك هان اشيلك برضو في عيوني ولا تهوني. يعني جميل جدا ما شاء الله، وبيختار اغاني ما حدش غناها قبل كده عشان يعني يبقى ايه حاجه جديده. هو بيختار اغاني ما اتغنتش بالظبط، يعني حابب ان انا اغني حاجات مختلفه شويه، فدي هتبقى حاجه يعني رؤوف بس اللي لا وطبعا مدحت صالح طبعا اغنيه من الاغاني الجميله بصراحه، ومدحت بصراحه من الناس الاساتذه في الغنى، يعني حد اغانيه مش سهله وفيها مزيكا حلوه وفيها غنى حلو، يعني بتستمتع بيها حتى كمغني، مش حتى مجرد بس اللي بيستمع للاغنيه يعني. فمدحت من الفنانين الجمال جدا بصراحه، يعني فنان جديد وقديم يعني الاثنين مع بعض. طيب مين المطربين اللي رؤوف بيحب يسمعهم دايما واثروا بقى من طفولته لحد ما كبر وحاسس ان هو اغنيهم قريب منك؟ والله كتير يعني، في يعني الواحد دايما بيحب العمل الجيد، يعني مش حكايه حتى مطرب بعينه، يعني انت دايما بتسمع الاغنيه الحلوه هتعجبك بصرف النظر بقى مين بيغني، يعني ممكن تسمع طبعا زمان عبد الحليم، عبد الوهاب، ام كلثوم، محمد فوزي، في فنانين كتير جدا الواحد كان بيسمعهم، فريد الأطرش ده من القديم. طبعا الجديد بقى في طبعا الاجدد شويه وفي الاحدث خالص، يعني من اول عمرو دياب ومحمد فؤاد وبهاء سلطان، بحب بهاء سلطان جدا. في فنانين كتير جدا بسمعهم، بس انا بهتم اكتر بالعمل الجيد، يعني الاغنيه الحلوه، الاغنيه الحلوه دايما هي اللي بتشدني بصرف النظر بقى مين بيغنيها، ممكن ابقى حتى يعني حد مش عارف مين ده. يعني في اغنيه لمغني اسمه جاد نخله كنت سامعها قريب اسمها مغرم، اغنيه يعني اغنيه احنا ممكن نكون ما بنسمعش جاد نخله ده خالص، يعني وفي ناس كتير غنوها بعد، مش معروف في مصر على الاقل، لكن اغنيه حلوه، يعني فيها اغاني كده ولحن وكلمات تحس فيها كده باحساس عالي وتحس فيها بمتعه وانت بتغنيها، يعني العمل هو اللي بيشدك، الاغنيه اللي بتشدك مش اللي بيغني قوي يعني. بس صح. طيب ايه رايك في اغاني المهرجانات اللي بقت منتشره انتشار رهيب في كل بص يعني انا في الوطن العربي، مش عاوز ابقى ضد حد يعني او اقول ان ده حلو او وحش، هو لون من المزيكا يعني، ما بحبش. بس هل ده يعتبر غنى؟ ما بحبش الهجوم يعني، اللي احنا مش بنهاجم، اللي بيقدم مهرجانات هو نفسه يقول لك ما بيقولش ان انا مطرب يعني. الشخص اللي بيقدم مهرجانات لو سالت اوكا اورتيجا مثلا يا جماعه انتوا مطربين، هيقول لك لا، يقول لك احنا ناس بنعمل جو حلو كده، بنحاول نمتع الناس، هم بيقدموا حاجه مختلفه. الدنيا دلوقتي ما بقتش مجرد انك انت بس تبقى حلو، لا تبقى مختلف شويه، او حتى لو انت بتغني غنى معروف اللي هو الغنى العاطفي العادي او الشرقي، تحاول انك انت يبقى فيك حاجه مختلفه شويه، في سواء بقى في طريقه الغنى او في نوع المزيكا في التوزيعات الكلام ده كله. فالناس دي بتقدم حاجه مختلفه، يعني هو بيقدم حاجه غيره ما بيقدمهاش، كان حاجه تقليعه جديده طالعه،
فمش عاوزين نقارن بينهم وبين الناس المطربين الحلوين بقى بتوعنا. طبعا يعني مش بنقارن، لا بس لا يعني عايزين الاثنين يبقوا موجودين، مش نلاقي يعني اللي موجود واللي ظاهر لينا على الساحه الفنيه المهرجانات بس. عايزين رؤوف يبقى ظاهر، عايزين الاصوات الحلوه تبقى ظاهره، مش بس المهرجانات هم اللي متصدرين لو انت عاوز الساحه الفنيه. لا طبعا كل حاجه وليها جمهورها. يعني برضه عاوزين نبقى ايه، انا ما بحبش فكره ايه اللي هو ده كويس. طب ما في مطربين كويسين، في وائل جسار، في شيرين، في انغام. يعني الناس دي بتقدم مهرجانات، ما بتقدم اغاني حلوه. بس الفن انواع. يعني فكره ان انا ابقى ايه، لا هو ده كويس. ما هو ده كويس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للي بيسمع، واللي بيسمع ده انواع كتير جدا. يعني انت لو رحت حتى الساقيه اللي احنا بنقدم فيها عروضنا دي ليها جمهورها وليها نوعيه جمهور معين. لما بتيجي تقول مثلا ممكن تختار اغنيه يقول لك لا، اداره الساقيه نفسها تقول لك لا ما تغنيهاش، ما ينفعش تغني هنا. ليه؟ لان ليه جمهور معين بيحضر، ليه نوعيه جمهور معينه. فانك انت بتحكم من خلال نوعيه الجمهور. كل جمهور بيحب يسمع حاجه، وفي حد بيسمع كل حاجه. انا ممكن اسمع كل حاجه. يعني المهرجانات دي حتى بسمعها، مفيش مشكله خالص. يعني انا ما بحبش اقفل وداني ناحيه حاجه معينه، لا اسمع كل حاجه، لانك انت بتسمعها غصب عنك على فكره. لازم يعني انت حتى لو انت مش عايز تسمعها هتسمعها برضو في الشارع، في اي مواصله بتركبها، حاجات كده. ففكره ان انا ابقى ضد حاجه دي لا، لو الممنوع مرغوب دايما، لا سيب الحاجه تبقى موجوده. والله في فرصه انك انت تقدم حاجه كويسه قدامك، خير وبركه. يعني الدنيا مفتوحه للناس كلها دلوقتي، في سوشيال ميديا بقى كل حاجه اللي انت عاوزه. يعني عايز تصور نفسك كده فيديو وتعرض الفيديو على اليوتيوب مثلا براحتك. ف يعني ماشي، هي لو قلنا ان هي وحشه طب هنعمل ايه؟ يعني هنمنعها مثلا؟ لا، ما هتفضل موجوده برضه. هتفضل موجوده. لا واجهها بحاجه كويسه بقى، دي الفكره يعني. بس طب نواجهها باغنيه حلوه منك. باغنيه جديده ماشي. نسمعها منك. سمعنا ايه؟ نقول حاجه. طب ايه رايك اول حاجه؟ طيب بص، في حاجات اللي هي الايه، الموشحات القديمه دي انا بحب اغنيها جدا. تحب تسمع حاجه منها؟ انا بحب طبعا. نقول حاجه منها كده، حاجه برضو صغيره كده في وقت ايه يعني ما يكونش يلا قوي يعني. ماشي اوكي. يا غصن نقى مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكما دبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. العصمة لا تكون إلا لنبي. تالله لقد سمعت في الأسحار عن جارية تدق بالأوتار. تالله لقد سمعت من منطقها من عذب عاشقا جزي بالنار. من عذب عاشقا جزي بالنار. يا غصن نقى مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. العصمة لا تكون إلا لنبي. جميل جدا ما شاء الله. وانا شايف ان يعني صوتك في الاغاني مختلف عن صوتك في يعني ما شاء الله، ان انت بتحاول ستايل الغنى طبعا مختلف للحاجات اللي زي كده. يعني الموشحات بشكل عام او الحاجات التراثيه دي ليها ستايل غنى مختلف، انك انت بتهتم اكتر بالعربه وبالتفصيله الغنوه نفسها. فيها سمع اكتر من حته معاني، او لان المعاني طبعا عندك الكلام اللي بيتقال جاريه ومش عارف حاجات كلها ايه يعني اتلغت اساسا. فطبعا متعه الموشحات دي في الغنى نفسه، في السمع، انك انت بتسمع الجمله اللي بتتقال والعربه والكلام ده كله. فطبعا ليها ستايل غنى غير طبعا الاغاني العاطفيه يعني طبعا مختلفه. وصوتك بيختلف يعني لما بتغني اغنيه عاطفيه غير لما تغني موشح، غير لما تغني قصيده. كل حاجه طبعا مختلفه عن الثانيه طبعا. بالظبط كده.
طيب احنا لسه يعني هنخلي رؤوف يغني اكتر والوقت معاه بيجري بسرعه، بس لسه هنغني كذا حاجه ان شاء الله يعني خلال اللينك اللي جاي. ويعني اي حد عايز يطلب منه اي اغنيه اكيد ما يتكسفش يطلب، وهنقرا كل الناس اللي بتبعت اكيد سواء رسائل او تعليقات على صفحه البرنامج، صفحه ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. تابعوا كل أعمالي وأخباري على راديو البوابة. ماجد المصري. استنوا برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري مصطفى خاطر. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه معاكم أكرم المصري، وأكيد لسه مكملين في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط. ولسه منورني الفنان والدكتور أكيد رؤوف فوزي، مبسوط معاه جدا ومستمتع بصوته وبأغانيه أكيد. ميرسي، ربنا يخليك. طيب رؤوف فكر يعني يقدم في برامج من برامج المسابقات ولا مش مقتنع؟ والله بص، فكرة البرامج يعني أنا بالنسبة لي أنا طبعا حاولت في مرة إن أنا أقدم في برنامج، بس اللي هو بتلاقي رايحة بتقدم في البرامج ألفات، يعني عارف اللي هو بتلاقي مثلا لازم تحجز من قبلها بيوم عشان تدخل تقدم في برنامج زي كده. فالجو نفسه مش بالنسبة لي مشجع، يعني جو إنك أنت تبقى رايح في حاجة فيها مثلا آلاف بتقدم، مش حاببها قوي، مش حابب الموضوع قوي. يعني بتلاقي نفسك بتتذنب. الفنان طبعا لازم يبقى فيه فكرة ايه، انك انت رايح مستريح في المكان اللي انت رايح تغني فيه، يعني انت نفسك مهيئ للغنى، لكن تبقى رايح واقف يوم من اوله لاخره عشان تدخل تقدم في طبعا حاجه. طبعا الناس بتكون جايه من السفر مجهود ضخم جدا. والحاجات دي بتبقى برضو فكرة انك انت تخش المسابقة دي بيبقى فيها برضو لازم يبقى فيها تجهيز شوية. لازم تبقى انت جاهز لخطوة زي كده وتبقى واخد الخبرات الكافية. يعني انا بالنسبة لي عشان ابقى داخل بقى حاجة، يعني طبعا حاطط قدامي في اكتر من حاجة ممكن ادخلها ان شاء الله وهيحصل تاني، بس في وقت مناسب. يعني لازم يبقى في وقت مناسب لحاجة زي كده. وانا شايف ان في فرص تانية غير انك انت تخش مسابقة. يعني في فكرة انك انت دلوقتي الدنيا مفتوحة للناس كلها، اللي عايز يقدم اي حاجة بيقدمها، بس توصل للعمل الجيد. يعني توصل لحد يوصلك يقدم لك عمل كويس. انك انت ممكن تعمل اي اغنية، دي مش مشكلة خالص، بس في وقتها ومع حد مناسب وحاجة انت تبقى حاببها وهتوصل للناس كده. بس الطريقة المناسبة ليك انت. فالمسابقات دي حاجة من ضمن، يعني مش هي كل حاجة في الدنيا. وبرضه فرصة كويسة طبعا، ان يعني طريقة كويسة جدا للشهرة وللناس تعرفك وتسمعك. بس انا بالنسبة لي الموضوع ما جاش وقته، لازم يجي وقته اللي انا ابقى مستعد فيه. بس شايف ان ليها مصداقية ولا لا؟ مصداقية دي ممكن نتكلم فيها كتير. يعني انا برضو مش عاوز احكم على حد بعينه. يعني لا طبعا بيبقى فيه طبعا في اكتر مش بس الموهبة بس، يعني في اكيد في حاجات تانية كتير. يعني وبتختلف كمان من مكان للتاني. يعني في مسابقات بيبقى ليها مصداقية اكتر شوية من مسابقات تانية، لكن مش بس الصوت او مش بس الموهبة اللي بتخليك تفرض نفسك. بس انا ما بحبش افكر بالطريقة دي. يعني انا بحب دايما ابص لنفسي الاول. يعني انا مش حابب ابص بقول لا ده في بقى وسايط وفي مش عارف ايه. لا انا ما بحبش النظره دي قوي، حتى لو هي موجوده طبعا. يعني انت بتبقى محتاج حد يدعمك او حد يزقك شويه، حاجات زي كده. لكن لازم انت من الاساس تبقى باصص لنفسك. يعني انت اهم حاجه انت الاول، وبعد كده اما اقدم نفسي بقى للناس يبقى في بقى اللي بيدعمني ويبقى في الناس اللي بتساندني شويه. وكل الناس اللي طلعت كلهم طبعا لقوا دعم اكيد، بس لازم الشخص نفسه يبقى يستاهل
الشخص نفسه لازم يبقى هو مستعد مهيئ لحاجه زي كده. عندك بالظبط. فدي طبعا بتيجي بخبرات، تراكم خبرات اكتر، ومع الوقت هيحصل ان شاء الله، بس في الوقت المناسب، يعني الوقت اللي ربنا يريده طبعا في الاول وفي الاخر. اكيد يعني. طبعا. بالظبط. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي عشان الوقت بيجري بسرعه وعايزين نسمع صوتك اكيد. ماشي، نقول حاجه تانية كتير. طب نقول حاجه مثلا لأم كلثوم ولا حاجه. يا سلام طبعا. ام كلثوم طبعا فنانه جميله. نقول سيره الحب مثلا. يلا بينا. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، واللي ابتدى بنورك صباح، انت عمري. يعني كنا نغني ام كلثوم بقى كتير. يعني ما شاء الله. يعني زي ما قلت لك في بدايه يعني الفقره معاك ان بحس ان صوتك مع كل اغنيه بيختلف. فده حلو جدا، وكمان عجبني جدا ام كلثوم. الحمد لله اتبسطت، ما كنتش عايزه تخلص. يا رب يخليك يا اكرم. ميرسي قوي. طيب رؤوف، الفتره اللي جايه يعني بجانب شغلك طبعا كصيدلي، انت شايف ايه الخطوات اللي انت هتعملها عشان موهبتك وصوتك يوصل لكل الناس؟ والله بص، انا في مرحله بناء نفسي في الاول، يعني عايز اقول لك والله ما بحسبهاش قوي. يعني فكره ان انا دايما كل خطوه بخطوتها كده، يعني ما فيش بقى اللي هو، مش هقول لك بقى الرد اللي هو لا ده انا بجهز كذا وبعمل ما اعرفش ايه. في حاجات طبعا بتبقى قدامي، يعني سواء اعمال فنيه مع ناس صحاب ليا بجهزها، او يعني شعراء وناس شباب برضو من سني كده بسمع اشعارهم، وبشوف برضو حاجات تبقى حاجه مناسبه ان انا اسجلها في استوديو، او هعمل حاجه خاصه بيا. في اغنيه قريب يعني سنجل ان شاء الله باذن الله. يعني في حد من اصدقائي يعني شاعر ممتاز جدا وموزع كمان، يعني بيعمل توزيع الاغاني حلو جدا. فقريب ان شاء الله في حاجه كويسه. بس طبعا فكره انك انت تعمل اغنيه دي مش صعبه، مش سهل انك انت تعمل اغنيه، بس التسويق ده هو الفكره كلها. صح. انك انت الموضوع بيحتاج فلوس اكتر، بيحتاج بادجت محترم، في نفس الوقت المكان اللي انت هتسوق فيه الشغل بتاعك. فانا بالنسبه لي دلوقتي انا الشغل الاكتر او تركيزي الاكبر على العروض اللايف، يعني ان انا اغني في نوادي او في اماكن حفلات في الساقيه، او ان شاء الله في الاوبرا او غيره. ده بالنسبه لي اهم دلوقتي. حتى لو بغني اغاني مش بتاعتي، لو بغني اغاني قديمه او حاجات، او حتى اغاني جديده لناس تانية. فبالنسبه لي بس ان الناس تعرف ان في حد اسمه رؤوف بيغني. يعني انا بالنسبه لي فتره الانتشار دي مهمه جدا بالنسبه لي الفتره دي. بعد كده الاعمال هتيجي، يعني الشغل الحلو هيجي لك، وهتقابل ناس، وهتلاقي حاجات تقع في ايدك، حاجات كويسه، سواء اغنيه كلمات كويسه او لحن كويس. بس الفكره ان انا حتى اللاين بتاعي شويه اللي هو الايه العاطفي الشرقي، يعني انا حابب حاجه تبقى مناسبه ليا برضو اكتر، يعني حاجه تبقى انا الاقي نفسي فيها، وحاجه انا ابقى حاببها اكتر.
فدي انا لحد دلوقتي مش لاقي قوي حاجه كده. يعني انا ليا كمان دماغ مختلفه شويه حتى في الاغنيه اللي هعملها في توزيعها او في شكلها، ان انا كمان ما بحبش حتى ان يبقى في مزيكا كتير معايا في الاغنيه. انا ليا كده ستايل في الغنى، بحب الاغاني اللي فيها اقل مزيكا ممكنه وفيها غنى اكتر. يعني ما بحبش الاغاني اللي حتى الاغاني الايقاعيه بقولها طبعا وكل حاجه، بس ليا لاين كده حابب انفذه، بس الاقي حاجه مناسبه بالنسبه لي تساعدني في تنفيذ الكلام ده. يعني بتمنى لك التوفيق اكيد في كل اللي جاي باذن الله. ويعني انت صوت جميل وعجبني جدا ان انت موفق ما بين موهبتك وبين دراستك وشغلك، فدي حاجه جميله ما شاء الله. طيب حاجه نختم بيها بقى، مسك الختام، حاجه نختم بيها، نقول حاجه لبهاء سلطان. انا بحب بهاء سلطان. نقول جديد بقى، احنا قلنا قديم، نقول جديد شويه. يلا بينا. انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصابهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما فهم في ايه. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. كنت منورني يا رب يخليك يا ميرسي، شكرا. كنت مبسوط جدا معاك، وانت موهبه جميله وصوت اجمل. يا رب يخليك، ويا رب اللي جاي كده ان شاء الله يكون إن شاء الله كله خير، وان شاء الله يعني كل الجديد اكيد تقول لي. انا اللي بشكرك جدا على استضافتك ليا النهارده، طبعا شيء شرفني بجد، وبشكر طبعا كل الناس اللي بتسمعنا، بشكرهم يا رب نكون دايما ضيوف خفاف عليهم كده ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل تاني وثالث باذن الله. طبعا ده حاجه تشرفني جدا طبعا يعني في نجاحات كبيره باذن الله كده، ويبقى ليك ان شاء الله يعني صيدليه الدكتور رؤوف فوزي يا رب ان شاء الله باذن الله. الى جانب ممكن نكتب عليها الدكتور والفنان يعني الاثنين صيدليه الفنان رؤوف فوزي باذن الله. كمان ابارك لك على السنجل وعلى بعد كده ألبوم باذن الله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله جاي كله خير يا رب يا مسهل يا رب ان شاء الله. بشكر جدا المطرب والصوت الجميل رؤوف فوزي، وكمان كان معايا في الجزء الاول من الحلقه الشاعر محسن ابو سليمان، بشكره جدا. وبشكر كل اللي تابعونا النهارده، كل مستمعي برنامج آدم وكل مستمعي راديو البوابة، وبشكر من الهندسة الإذاعية صديقي محمد الكاشف. واستنوا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط.